مساء الخير متابعين قعدة كرة الكرام في الجزء الثاني من حال الكرة المصرية، وازاي شفناه ممثل في بطولة كأس الأمم الأفريقية. دلوقتي هنسمع رأي عدد كبير من الجمهور المصري، رأيه اللي حصل في البطولة وازاي ده بيورينا ايه اللي حصل في الكرة المصرية الفترة اللي فاتت. فهنسيبكم مع الفيديوهات. دايما شاركونا رأيكم، البرنامج ده معمول عشان خاطر هي قعدة كرة، هي الجمهور بيعبر عن رأيه. فدايما شاركونا رايكم عشان احنا دايما هتلاقينا بنتناقش فيه في الكومنتس بتاعت البوست بتاعتنا على فيسبوك وعلى كل البلاتفورمز التانية. فنسيبكم مع فيديوهات وشكرا جدا لكم. مع السلامه. مساء الفل او صباح الفل حسب ما بتشوفوا وقت الفيديو لكل عشاق قعده كوره. كنت حابب اشارك معاكم رايي في بطوله افريقيا في الاحداث اللي حصلت فيها. انا من وجهه نظري دي افضل نسخه اتعملت لكاس افريقيا اللي كانت في المغرب، بغض النظر عن مستوى الفريق بتاعنا. بس انا كنت دايما مختلف مع كابتن حسام حسن في التشكيل. وعلى فكره موضوع الهتافات اللي حصلت وقت النشيد بتاعنا الوطني دي حاجه طبعا تزعلنا كلنا وحاجه احنا ما بنسكتش عليها، بس مش ده معناه ان احنا نختلف مع المغرب كلها. اللي عملوا كده دي كانت مجموعه موجوده في الاستاد، وكان ده رد فعل منهم بسبب اللي اتقال قبليه من كابتن حسام حسن. انا مش ببرر ليهم، لا، بس انا بقول ما ناخدش ذنب بلد علشان خاطر مجموعه اشخاص. انا بالنسبه لي انا بحب المغرب وبحب شعب المغرب، وانا متاكد برضو ان هم بيحبونا لاننا شفنا ده في دعمهم لينا في دور المجموعات. وبالنسبه بقى لماتش النهائي، فماتش النهائي كان سيناريو مفاجاه للعالم كله، واللي حصل من ابراهيم دياز ده ان هو ضيع الكوره. انا لحد وقتنا هذا ده مش عارف هو قاصد ولا لا، بس انا شايف ان الكوره في الاخر كانت فيها عدل كبير ان هي تروح ساديو ماني، لان ساديو ماني عامل بطوله قويه قوي وبمستوى عالي، فبصراحه كان يستحق ان هو يتوج بكاس افريقيا للمره الثانيه في تاريخ السنغال، اللي هو اصلا ساديو ماني هو اللي جايب لهم المرتين. فده كان رايي وحبيت اشارك بيه مع قعده كوره. يعني هنحاول نقول لك كده ايه في اقل من دقيقه ان هي المعسكر ده فيه ايجابيات. الايجابيات بس هي ان في روح ظهرت شويه للمنتخب تاني، وشغف التشجيع الناس ظهر لها تاني وهكذا. المعسكر ده يعتبر او البطوله دي بتتمحور في ماتشين. ماتش ايجابي اللي هو ماتش كوت ديفوار، ان انت كنت قدرت تذاكر الفرقه اللي انت بتلعبها وبتلعب قدامها، فعرفت تقفل الخطوط بتاعتها وعرفت تلعب قدامها ازاي وهكذا. عكس الكلام ده خالص انت ما عرفتش تنفذه قدام السنغال، فانت ما تفهمش بقى ايه ده جاب بالصدفه في ماتش كوت ديفوار ولا لا. اللي احنا ممكن نعمله ايه بعد كده في كاس العالم، هو مفيش حاجه نقدر نعملها غير ان انت محتاج اتنين محللين اداء يفسروا لك الناس انت بتلعب قدامهم. الناس دي بتلعب عن طريق ايه، وينجات، نص ملعب، كرات طويله او ايا كان بتلعب ازاي. فانت محتاج تبقى معاك ناس تكنيكال تفيدك شويه في التدريب اللي انت هتعمله. نقطة تانية ان احنا عموما هي دي كواليتي اللعيبة اللي موجودة. انا ما اظنش ان في حد ناقص في المنتخب غير محمد عبد المنعم بس، فدي الحاجة الوحيدة اللي ممكن تبقى ناقصة، بس ان هي تبقى موجودة معاك. غير كده هو ده هو ده الكوليكشن عموما بتاع اللعيبة اللي انت هتعرف تروح بيه كاس عالم، اللي هو خلاص ما قدامكش غيره. الموضوع كله في 5 شهور، انت مطالب منك خلال 5 شهور تبقى جاهز للحاجات، يعني للمطوشة. فانت محتاج تبقى مذاكر الناس دي بتلعب ازاي، محتاج تبقى مذاكر الناس دي نقط قوتها فين، نقط ضعفها على ايه، مين الناس المهمه في الفرقه. الناس دي بتلعب ضغط عالي، الناس دي بتنقل كوره كتير وهكذا. فانت محتاج تبقى مذاكر. يعني اتمنى ان احنا لو احنا فكرنا ساعه ماتش كوت ديفوار وكنا فعلا مذاكرينهم فالموضوع نجح، اتمنى ده يتنفذ عموما مع بقيه الماتشات يعني. قبل اي حاجه برحب باخواتي وحبايبي في قعده كوره. طبعا من وجهه نظري انا شايف ان اللي منتخبنا المصري قدمه هو فشل، هو عباره عن فشل حرفيا. يعني معلش انا اسف، انت الاسامي اللي معاك دي كلها وما تحققش البطوله او ما تعملش بيهم حاجه او ايا كان، لا لا، ده فشل ذريع طبعا. انت للاسف اغلب ماتشاتك في البطوله فنيا ضعيف، ما عدا ماتش كوت ديفوار بس. بصراحه الماتش الوحيد اللي فرحت وشفت اداء لمنتخبنا المصري كان ماتش كوت ديفوار. انما بقيه الماتشات مع احترامي انت بتدافع، انت كنت بتدافع قدام زيمبابوي، قدام جنوب افريقيا، وقدام انجولا وبنين وصلت اكسترا تايم معاها. فمع احترامي ده مش اداء لمنتخبنا المصري. منتخبنا المصري مع حسام حسن ضعيف فنيا جدا جدا جدا، ولازم نراجع نفسنا قبل كاس العالم، لان احنا لو دخلنا بالمنظر ده احنا شايفين المجموعه بتاعتنا السنه دي هي الاسهل في بطوله كاس العالم. معاك بلجيكا وايران ونيوزيلندا، مجموعه معلش انا اسف مع احترامي لبلجيكا ذات نفسها تصعد فيها اول مستريح بالاسامي اللي معاك في منتخب مصر. بس للاسف معكش العقليه الفنيه اللي تدير اللعيبه دي. فلازم نراجع نفسنا قبل كاس العالم ونشوف لو ينفع نغير الكابتن حسام حسن، لان لو كملنا كده مش هنحقق اي حاجه بصراحه. احنا الدنيا ماشيه معانا بالبركه وبالدعاء بصراحه، وباذن الله كل اللي جاي خير لمنتخبنا. انا بشوف ان احنا قبل ما نسال الاسئله دي اصلا لازم نبقى عارفين من قبلها حاجه معينه قوي، هي ايه البلان اصلا بتاعتنا لكاس الامم الافريقيه كانت ايه، او ايه البلان اللي اتحاد الكوره حاططها للفتره اللي فاتت والفتره اللي جايه. هل يعني متقال لكابتن حسام انت محتاج تروح عشان تاخد البطوله، ولا لا بس محتاج ان احنا نعمل اداء مشرف وما نخسرش بفضيحه زي ما حصل في كاس العرب، ولا محتاجين نطلع سيمي فاينل، ولا نعمل ايه؟ وبناء عليه نبقى عارفين برضو ايه المطلوب اصلا
لكأس العالم؟ هل احنا مطلوب مننا برضو مجرد بس ان احنا نكسب ماتش، نخسر اوروجواي ونتعادل روسيا وكده كده ماتش السعودية مضمون، ولا لا انا طالب ان انا اطلع دور 16 دور 8 وات ايفر ايه البلان بتاعتنا عشان نعرف نقيم اصلا النتائج اللي حصلت هل هي تنفع ولا لا في الاخر، عشان ما نتحولش زي ما بنتحول كل مره الباد لوزر زي ما بيحصل كل مره، اصل الحكام، اصل التحكيم، اصل حصل، اصل الفندق، اصل الكلام ده كله. مشكله الكوره في مصر الفتره اللي فاتت ان مفيش بلان واضحه، لا في بلان للعيبه ولا في بلان للمدربين ولا في بلان لملاعب ولا في بلان لاتحاد كوره ولا في بلان لاي حاجه اصلا احنا شغالين عليها عشان نقدر نقيم هل البلان دي نجحت او فشلت. مساء الخير. البطولة أنا شايف إنها ما كانتش ناجحة خالص للمنتخب. الأداء ما كانش كويس. تقريبا الماتش الوحيد اللي لعبناه كويس كان كوت ديفوار، وحتى طريقة اللعب دي ما مشيتش معانا في الماتش اللي بعده، وبقية الماتشات ما كناش أحسن حاجة مع إن الفرقة كانت سهلة يعني. فأنا شايف الأداء ما كانش حلو، البطولة ما كانتش ناجحة. اللعيبة اللي كانت رجالة وعملوا اللي عليهم كانوا قليلين. في ناس خلاص ما ينفعش تروح المنتخب تاني. طبعا ما اعرفش ايه اللي هيحصل الفتره اللي جايه لحد كاس العالم، بس ما اعتقدش احنا عندنا وقت اصلا، احنا عندنا 6 شهور بس مش هنعمل فيهم حاجه، فربنا يستر يعني. واعتقد الدنيا يعني هنشوف كاس العالم نفس الاداء، مفيش اي تغيير هيحصل، فهنشوف. مساء الفل يا شباب، مساء الفل على نجوم قعدة كورة كلها، كباتن الكبار، كابتن حسام حسني، كابتن سحار، كابتن ركباوي، الناس كلها بلا استثناء، الجندي المجهول ورا الكاميرا أحمد علاء. بالتوفيق كده يا شباب. بالصراحة منتخب مصر وصل لحاجة كويسة جدا، ما كناش متوقعين اللي هو يوصل للسيمي فاينال، بس الحمد لله. ده أول حاجة توفيق ربنا. تاني حاجة أنا حابب أوضح بس كلمتين. كابتن كابتن حسام حسن، أتمنى اللي هو يفضل في مكانه. الراجل ده وصل بالفرقة بأعلى مجهود بغض النظر عن أي سلبيات، بس إن شاء الله اللي جاي أحسن يعني. بالتوفيق ليكوا يا شباب وبالتوفيق لمصر. كتير. رأيي في بطولة أفريقيا إنه إحنا ما كناش نحلم إن إحنا نوصل دور الأربعة، ده أكيد من الأول، ولكن إحنا عندنا فرقة قوية جدا وكانت ممكن توصل وكانت ممكن تكسب كمان. ولكن حسام حسن قرر إن خطة 3-5-2 أو 5-3-2 أيا كان بتبص لها إزاي هي دي الخطة المناسبة، ونجحت معاه أكتر من مرة، ولكن كان لازم يكون في تغيير شوية. وأنا شايف إن إحنا اللعيبة في المنتخب عندنا استرجلت على قد ما تقدر بالنسبة للوضع اللي حسام حسن حاططهم فيه، ومعتمد اعتماد كلي على مرموش وصلاح. ولكن طبعا الفرق اللي زي السنغال بتذاكر، بتبص تلاقي ان الباك هيرجع ورا مع صلاح ومرموش والمساك بيجي يقفل عليه، الهجمات انتهت والموضوع مات على كده، وهو مش عايز يغير الكروت دي تماما، على الرغم ان هو لما اتزنق جدا في ماتش السنغال نزل 8 بيهاجموا في اخر الماتش. يعني احنا فرقه فعليا ممكن تبقى فرقه بتهاجم، مش بتضغط وتستنى تشوف الكره هتجيلها ازاي. كان ممكن نبقى احنا فرقه ماسكه كوره، بتحاول تهاجم، بتعمل خطوره، تضغط شويه على الناس بدل ما هم بيضربوا فينا لمده 90 دقيقه واحنا بنحاول ندافع. محمد الشناوي لازم يرتاح، هو لعيب كبير واحترم وكان ليه دور في اوقات كتير قوي في حياتنا وليه تاريخ، ولكن انا شايف كفايه لحد كده، ده كويس جدا بالنسبه له. بقيه المنتخب فيه لعيبه كتير قوي كويسه، مش بس المحترفين. فكره ان احنا بنلعب على صلاح ومرموش والباقي كانهم ما جوش، لا، احنا الفرقه دي فيها لعيبه كويسه جدا كان ممكن نستغلها بشكل تاني. التصريحات ما كانتش موفقه قوي من حسام حسن وعصب ناس كتير وقلب علينا الدنيا، ايا كان طبعا تصرفات المغرب، بس احنا مالناش دعوه بيهم، احنا المفروض نتصرف بطريقه بروفيشنال ومحترمه جدا. المنتخب في الاخر خالص محتاج سبورت من مصر ومن الاتحاد ومن كل قطاعات الناشئين، ونحضر احسن من كده عشان الفقرات اللي جايه لازم يكون وضعنا احسن من كده. وعلى رايه احنا مصر فعلا واخدين 7 بطولات، والمفروض يكون فرقه عندها خبره ازاي تحضر وازاي تعمل لنفسها منتخب نضيف ويبقى فيه لعيبه شاطره وفيه تكتيك محترم وهكذا، بدل المنظر السيء اللي احنا خرجنا بيه في ماتش السنغال. انا كان ممكن نخسر بس الطريقه احسن من كده وابقى انا مرضي ومبسوط جدا بالفريق، انما انا الفريق خرج وانا مكسوف منه. كأس الأمم الأفريقية في المغرب أعتقد إجادة من المملكة المغربية في تنظيم واحدة يعني من أفضل النسخ للبطولة الأفريقية، من حيث الملاعب، من حيث التنظيم، من حيث البنية التحتية، ملاعب التدريب، تنظيم الدخول الجماهير. شفنا طبعا يعني منافسات حلوة، تهيئة أجواء لكل المنتخبات بما فيها المنتخبات الغير مصنفة ظهرت بمستوى كويس، لتوفر طبعا ولتواجد الإمكانيات الجيدة اللي سمحت إن المنافسات تخرج بشكل كويس. نقدر نقول اللي ما عجبناش أكيد طبعا التحكيم طبعا في البطولة ما كانش جيد جدا.
في وجود الفار، ودي كانت برضو علامة استفهام. احنا معانا الفار ومع ذلك برضو في أخطاء تحكيمية كارثية أثرت على نتائج مباريات كبيرة وخصوصا للمنتخب المغربي. أعتقد أن الاتحاد الأفريقي محتاج أن هو يراجع الملف التحكيمي، محتاج أن هو يبدأ أن هو يعلي من قدرات الحكام النخبة والاستعانة بيهم كلهم. عودة طقم الحكام المصري ما كانش قرار سليم من الاتحاد الأفريقي بعد دور الثمانية. التعصب الجماهيري طبعا الموجود في البطولة ما عجبناش تماما كمشجعين أفارقة وكمشجعين عرب. كنا نفضل أن الروح الرياضية تسود، كنا نفضل أن الأمور تسير بشكل كويس. منتخب مصر إجادة، دور المجموعات أداء بشكل قوي، صعود. في المجمل هوية المنتخب المصري بترجع بقماشة، بنتكلم في 95% أو 90% لعيبة محلية، محمد صلاح، عمر مرموش، مصطفى محمد. بنتكلم ان حسام حسن قدر ان هو ينافس بالمجموعة، يعلي من مستويات لعيبة كتير منهم إمام عاشور. إنجاز طبعا من حسام حسن. منتخب السنغال المباراة أمامه ما كانتش سهلة. تكتيكيا حسام حسن كان لاعب بشكل كويس، اختار الأداء الدفاعي بشكل كبير نظرا لقوة المنافس السنغالي واللي شفناها في مباراة المغرب اللي أحرجت منتخب المغرب وبالفعل خدت البطولة منه في الفاينل. لكن في المجمل استحق منتخب السنغال الأفضل، فاز الأفضل فنيا في الملعب، الأفضل قتالا في الملعب. أعتقد هو اللي توج بالبطولة، ودي يعني أحسن تكريم لكل مجتهد. منتخب مصر في كأس العالم أعتقد أن مجموعته مش سهلة، ولكن المنتخب محتاج يشتغل. حسام حسن محتاج يبني على البطولة والمستوى، البطولة الأفريقية والمستوى اللي وصل له. أعتقد أن هو قادر أن هو مع بعض التركيز مع اللعيبة على نقط الضعف والسلبيات. أعتقد أن هو قادر أن هو يشتغل عليها بشكل كبير عشان نقدر ان احنا نظهر بشكل كويس في كأس العالم اللي جاي ان شاء الله. مساء الخير يا حس، ومساء الخير على الناس الجميله اللي معاك. يعني انا رايي في كاس افريقيا ان احنا عملنا اللي علينا وزياده. مش عاوز يعني ننتقد كابتن حسام حسن بزياده، عشان احنا يعني الفرقه برضو اللي معاه ما كانتش مساعداه. يعني خلينا نتكلم بواقعيه، محدش فينا كان متخيل ان احنا هنوصل لدور الثمانية حتى. فاهم قصدي؟ يعني ان احنا نوصل اصلا للسيمي فاينل ده يعتبر انجاز. بالنسبه اللي احنا محتاجين نعمله، طبعا محتاجين نبص على المحترفين اللي بره، زي ما المغرب والجزائر عملوا. نشوف المحترفين اللي هم المزدوجين الجنسيه زي هيثم حسن، وزي اللعيب بتاع ارسنال كامرون اسماعيل، وفي كذا لعيب برضو تانيين في ليفربول. محتاجين جدا نبص على الناس دي عشان هيفرقوا معانا وندخلهم في مجموعه الناس اللي رايحه كاس العالم. وبوجه كلمه طبعا للعيبه، عملتوا اللي عليكم وزياده يا رجاله، عملتوا في اكتر حتى من 1000%. يعني في 100%، لا هم عملوا 1000%، وبصراحه كان مستواهم ممتاز وقدروا يوصلوا لاقصى مرحله ممكن يوصلوا لها. عملوا اللي عليهم هم والكابتن حسام، وان شاء الله احنا وراهم في كاس العالم. وان شاء الله انا شايف ان الفتره اللي جايه دي هتبقى احسن. سلام يا حسن. مساء الخير، حابب ادي تعليق بسيط على اداء منتخب مصر في بطوله افريقيا الاخيره. المنتخب ادى مستوى قد يكون فوق المتوسط، بس النتيجه ان احنا نوصل لدور الاربعه، خلينا نكون متفقين ان هي ما كانتش نتيجه متوقعه من المنتخب، من الجهاز الفني، بس ده اللي حصل وهم قدروا يوصلوا للدور ده. طبعا احنا عندنا كومنتس كتيره على موضوع الاداء خصوصا في ماتش السنغال، بس الفروقات كبيرة. الفروقات كبيرة، بس عندنا أحسن من كده. واللي يخليني أقول أو أؤمن إن إحنا عندنا أحسن من كده، إن إحنا عندنا لعيبة بتاخد ملايين الدولارات في الموسم. فده معناه إن اللعيبة دي كفء، اللعيبة دي ما احترفتش عشان هي لعيبة جامدة جدا. فلو إحنا مش عارفين نستخدم الإمكانيات ديت، يبقى إحنا لازم نعيد النظر في رواتب اللعيبه. والناس دي بتاخد فلوس ليه بالارقام المهوله دي؟ وهنا مش بتكلم على لعيب او اتنين، انا بتكلم على اوفر اول اللعيبه اللي بتلعب في الدوري المصري.
المحترفين أو المحليين. نقطة أخيرة بسبب المشكلة بخصوص مشكلة كابتن حسام حسن. خلينا نكون واقعيين، كابتن حسام حسن انتقد التنظيم أو انتقد المغرب أو مش انتقد التنظيم، وطلع قال بعد خسارة ماتش احنا ابطال افريقيا، احنا ما اتكلمناش فنيا. فده ادى يعني احنا عارفين ان احنا 7000 حضارة، عارفين ان احنا 7 مرات بطل افريقيا، عارفين كل الكلام ده، بس احنا محتاجين نفهم ايه الاداء، ليه الاداء اتغير من ماتش كوت ديفوار لماتش السنغال بالصورة ديت، لان احنا واقفين في مكاننا مش بنتحرك. ده كل الناس كانت مستنية تسمع الكلام ده. الكلام ده ما حصلش في المؤتمر. اتكلمنا في سوء تنظيم، تغيير فندق ومش تغيير فندق، وحاجات لوجستية، وده حاجة طبيعية جدا. فالمشكلة تفاقمت. رد فعل الجمهور المغربي كان عنيف وغير مقبول. طبعا اي حاجة مقبولة ان انت تشجع فرقة تانية، ده حريتك الشخصية، بس كون ان احنا ما نحترمش النشيد الوطني لمنتخبنا او لبلدنا، ده في تقليل صريح مش لحسام حسن ولا لمنتخب مصر، ده لكيان كبير اسمه جمهورية مصر العربية. شكرا. صحابي وحبايبي في قعدة كورة، رأيي في منتخب مصر وما قدمناه في كأس الأمم. ما نقدرش نقول المنتخب نجح، المنتخب فشل. وصلنا نوعا ما في ظل ظروف كتيرة أوي بتعاني منها الكورة في مصر، يعني إن احنا نوصل مربع ذهبي نوعا ما، ده مرضي شوية، بس في الآخر ما حققتش المراد من البطولة إنك أخدت البطولة. محتاجين إيه قبل كأس العالم؟ ورأيي في الجهاز الفني واللعيبة وكده والكلام ده، دي كلها يعني هتبقى باكج واحدة. إن أنت لازم تكون يعني عارف يعني إيه منتخب مصر، وما ينفعش يكون المحترف زي المحلي، إن لم يكن المحلي أفضل من المحترف. عندك مثلا يعني أخص بالذكر محمد صلاح، بما إنه هو النجم بتاع منتخب مصر. أنا بشوفه أسوأ لعيب في المنتخب. أسوأ لعيب في المنتخب كان محمد صلاح عن جدارة يعني. لعيب بالشوكة والسكينة، لعيب مش للأسف ما كانش مقدر يعني ايه حجم منتخب مصر، ويعني ايه تيشيرت منتخب مصر يعني. فأتمنى الفترة اللي جاية تكون يعني تكون أفضل من كده، يكون في تطوير من اللعيبة نفسهم، اللعيبة نفسها تكون أكتر تطوير عن كده. يكون يعني الجهاز الفني أكتر وعي في اختياراته، واكتر وعي فنيا واكتر وعي تكتيكيا يعني. فربنا يكرم ان شاء الله الفتره اللي جايه دي، ونحاول بقدر الامكان نقدم حاجه افضل من كده يعني. شكرا. مساء الفل. لو هتكلم سريعا كده عن تقييمي لأداء منتخب مصر ووصولنا لقبل النهائي في البطولة، هل وصولنا لقبل النهائي في البطولة ده يعتبر نجاح ولا فشل؟ أنا بالنسبة لي من وجهة نظري يعني لما أقدرش أعتبره نجاح ما أقدرش أعتبره فشل. بس ما أقدرش أعتبره نجاح ليه؟ عشان إحنا منتخب مصر، إحنا الأكثر تتويجا ببطولة أفريقيا في التاريخ ب7 بطولات، فالطبيعي إن إحنا بننافس على البطولة. فأنا ما أقدرش أعتبر إن قبل النهائي في البطولة المنتخب زي منتخب مصر ده نجاح. يعني ريال مدريد لما بيوصلوا قبل نهائي دوري ابطال اوروبا وبيخرجوا، ما اظنش ان هم بيقولوا هم كده نجحوا في البطوله يعني. لا، هو طبيعي ان ريال مدريد بينافس على البطوله. وما اقدرش اقول عليه فشل، لان هو للاسف احنا حاليا منتخب مصر بيمر باصعب مراحله في التاريخ تقريبا. المنتخب اللي موجود دلوقتي مع كامل احترامي لجميع العناصر اللي موجوده، بس احنا ككواليتي اقل من المنتخبات اللي حوالينا. فانا ما اقدرش اقول ان احنا كانت تجربتنا في الامم الافريقيه اللي فاتت فاشله او ناجحه. بس ممكن اوجه رساله سريعه لكل اللعيبه في المنتخب. اي لعيب هيلبس تيشيرت المنتخب يا جماعه بعد كده محتاج يعرف قيمه المنتخب كويس قوي. محتاج يعرف ان المنتخب ده مش منتخبه، المنتخب ده مش بتاعه، المنتخب مش ملكه. اللعيبه كلها محتاجه تبقى رجاله. بطولات يا جماعه، بطولات المنتخب بتكسب بالرجوله والروح. انا اسف يعني، كامل احترامي لمدربين العالم كلهم، محدش بيدي تاكتكس يا جماعه في البطولات المجمعه. البطولات المجمعه دي دايما، بطولات المنتخبات دي بتكسب بالروح والعزيمه والاراده، وان اللعيبه كلها تبقى حابه بعض وعارفه قيمه المنتخب بتاعها. اللي المفروض نعمله الفتره الجايه هو نزول بالاعمار، لان احنا من اكبر الاعمار، اذا ما كناش اكبر معدل اعمار في البطوله اللي فاتت، انا اظن ان احنا من اكبر
منتخبين او 3 منتخبات في الاعمار. لازم ننزل بالاعمار، لازم نبص على الشباب، ولازم نبص على اللعيبه اللي في الدرجات الادنى ولعيبه الشباب، ونبتدي نطلع اللعيبه يا جماعه لبره. مش لازم ننشي فريق اللعيبه والانديه اللي بره عشان نطلع لعيبتنا. نطلع اللعيبه يا جماعه بره، ونسيب اللعيبه تاخد فرصها بره. على الاقل ما فيها اللعيب وهو صغير يبقى متاسس صح، بدل ما هو اللعيبه عندنا دلوقتي بينزل هو مش عارف هو بيعمل ايه في الملعب. احنا اللعيبه اللي عندنا بتاخد ملايين دي مش عارفه هي بتعمل ايه في الملعب، ودي فضيحه. انت لازلت معتمد على الاسامي دي. خلاص يعني عفى عليها الزمن. مع كامل احترامي لكل اللعيبه والله يا جماعه على عيني وراسي، بس خلاص يعني مش وقتكم. والمفروض ان احنا نبتدي بقى ندور على اللعيبه اللي هتشيل المنتخب بعد كده. شكرا. والله انا بشوف انه اللي حصل في كاس الامم مش مأساة ولا حاجه، مش بالسوء اللي احنا بنتكلم عليه دلوقتي. رن مشابهه جدا ل 2017 وال 2021 اللي احنا بشكل او باخر بنعتبرهم ناجحين وكنا قريبين، وكان يعني وارد ان احنا من الجون ده ما يدخلش فينا بتاع السنغال ونكمل على نفس الطريقه ديت. وانا يعني مش بقول ان ده الارث بتاع المنتخب المصري، بس مش شايف كمان ان احنا في مرحله من حياتنا بنتكلم بثقه قوي حوالين الكواليتي اللي موجود. لا، الكواليتي اللي موجود احنا عارفين كلنا ومتفقين انه لا، مش افضل حاجه ولا محترفين ولا محليين. اللي قبل كاس العالم المفروض يحصل في رايي ان احنا نقيم تقييم حقيقي اللعيبه اللي شاركت ونقول والله ده ممكن ينفع وده لا ممكن يستبدل عادي. مساء الخير يا حس. انا عندي وجهة نظر مختلفة شوية في موضوع الكورة في مصر، الا وهي انا بقيت احس ان الجمهور المصري عايز يكسب للعنجهة. يعني احنا مصر، احنا 7 افريقيا، احنا بعبع افريقيا، ومش شايف اللي جوه الملعب. يا جماعة احنا ما عندناش امكانيات تكسب. انت ما عندكش، انت لا يمكن تكسب فرقة زي فرقة السنغال دي. 23 لاعب محترف في التوب ليفل في اوروبا، قوة بدنية وسرعات وقوة ذهنية وتاكتكس وكل حاجة. انت ما عندكش حاجة خالص. انت حتى ما عندكش كوادر على المستوى التدريبي. يعني انا بتفرج على منتخب مصر واكون صريح معاكم، انا مش شايف ليفل ان نوصل له اعلى من ده. بالعكس، انا شايف ان احنا وصلنا لنص النهائي، ده انجاز اصلا يعني. فلازم نشوف حل للموضوع ده. يعني احنا جيل 2006 احنا كان عندنا فرقة كلها مواهب، ننزل نفرم اي حد. انت دلوقتي مفيش. يعني لازم نكون شايفين ده ومقتنعين بده ومعترفين بده ونشتغل على ده. يعني نحط بلان 10 سنين قدام زي المغرب، بلان وصلتهم نص نهائي كاس عالم، طلعوا زي طارق السكتاوي، زي وليد الركراكي. نشوف كوادر تدريبيه ونشوف لعيبه. لازم نعمل ده، ولازم نتخلى عن دوري الشركات اللي احنا عايشين بيه ده. زد وسيراميكا، ما اعتقدش ان في دوله في العالم كل رجل اعمال معاه قرشين يروح يعمل لي ده فرقه. يعني لازم نطلع لعيبه زي زمان من الاسماعيلي ومن المنصوره ومن المحله ونرجع تاني دوري يتشاف، دوري يطلع لعيب الكوره. بس حبيبي يا حس.